مرحبا. قبل ما نبدأ بموضوعنا لهذا الأسبوع أحب أشكر كل الأشخاص اللي دعموا معقولة بحلقتها الأولى باللايكات، بالتعليقات، بمشاركة المنشور. أخص بالذكر صفحة هلا شو اللي دعمتنا، متمنية للبقية إنه يحذون حذوها. سموني علامة تعجب وتفرفرون بي بكتاباتكم. فد يوم قلت له أقدر أحكي، شنو راح أحكي لكم؟ موضوعنا اللي راح نحكي به هو التعددية. شنو يعني التعددية؟ بمفهوم سياستنا ومحاصصتها هي الشيعة، السنة، الأكراد، وأكو حقل صغير يختزلون به كل المكونات الأخرى تحت عنوان الأقلية. بس هذا المفهوم لو رجعنا شوية بالماضي كان أوسع وأشمل. بالقرن السابع عشر روايات بعض المؤرخين تقول أن النفوس السابقة كانوا يشكلون أكثر من 100,000 نسمة، أما الآن ما يشكلون أكثر من 20,000 نسمة. نجي على مكون آخر، على المسيحيين اللي كان عندهم نسبة كلش كبيرة بمجتمعنا، لكن بفعل ما تعرضوا له، نبدي من القرن العشرين والمجزرة اللي تعرضوا لها حتى أحداث 2003 وحتى هذا اليوم اللي عانوا ما عانوا من وجود داعش على أراضينا، والحال ينطبق على أخوتنا الأيزيديين اللي لا زالوا لحد هاي اللحظة يتعرضون إلى اضطهاد وظلم داعش. ويمكن بالمستقبل ما راح نشوف مكون أيزيدي موجود بمجتمعنا، مثل ما تلاشت مكونات أخرى واللي هي الديانة اليهودية، أقصد العراقيين من الديانة اليهودية، وكانوا يشكلون 2.6% عام 1947. بعدها تراجعت نسبة وجودهم عام 1951 إلى 0.1% بعد أحداث الفرهود اللي تعرضوا لها، والآن وصلنا إلى مستوى ما نشوف هاي الديانة وهذا المكون موجود بمجتمعنا. بس ليش نحن بدنا نحكي عن التعددية؟ ليش بدنا نحكي على وجود المكونات بمجتمعنا؟ لأن بوجودهم كان لهم أثر إيجابي على مستوى الدولة وعلى مستوى المجتمع. أول ما نحكي عن حزقيل ساسون، أول وزير للمالية بالدولة العراقية وإضافاته في هذا المجال. حتى عندنا في الموصل لا زالوا يستخدمون كلمة لا تحزقها، يعني لا تكون حريص، مأخوذة من كلمة حزقيل من حرصه على ميزانية الدولة العامة وخزينة المالية. لكن هذا الرجل شلون جازيناه؟ حتى المعلم الوحيد اللي كان شاهد على إضافاته في هذا المجال هو بيته، هدمنا بيته وهدينا هذا البيت، وبالتالي فقدنا ذكرى كانت تمثل هذا الرجل وإسهاماته بهذا المجال. على مجال آخر نحكي عن الرياضة، هنالك لاعب مرحوم ومدرب وأبدع في مجال الرياضة وهو عمو بابا، كان عراقي من المكون المسيحي. لو نحكي عن الرائعة والسيدة لمياء عباس عمارة، طالما أطربتنا وأتحفتنا بقصائد كبيرة وعملاقة، وهي عراقية من المكون السابئة المندائية، وأسماء أخرى كثيرة في مجالات مختلفة من ديانات ومذاهب مختلفة أيضا. يمكن البعض ما نعرفها لأنه نحن شباب، ويمكن البعض الآخر نسينا أن نذكرها في هذا البرنامج أو راحت عن ذاكرتنا. إيش قد افتقدنا شخصيات، إيش قد افتقدنا عقول ممكن تخدم هذا البلد، لكن بسبب اختلاف طائفتها ودينها ومذهبها هي خارج البلد، صعب ترجع لبلدنا. وإيش قد افتقدنا عادات وتقاليد كنا نمارسها بدون ما نعرف إنه هي من ديانتنا أو لا. بس الحمد لله أكو بعض العادات والتقاليد لازلنا نحتفظ بها لحد هذه اللحظة، مثل احتفالنا بأعياد السيد المسيح وأيضا صواني زكريا. المشكلة إنه هسه ديانة الأغلبية هي واحدة، بس حتى هذه الديانة الوحدة أيضاً تجزأت واختلفت طائفياً بضغط وفعل سياسي. قتلنا بعض، كرهنا بعض، وأججنا طائفياً وصعدنا نحن طائفياً بفعل هذا الضغط السياسي. وهو نفس الضغط السياسي اللي بعد مدة دعانا أن نكون نحن موحدين ودعا إلى الوحدة الإسلامية وماكو اختلاف بين المذاهب والطوائف. وهو نفس الضغط السياسي والمصلحة السياسية اللي خلتنا فترة من الفترات نكره أخوتنا الأكراد أو هم يكرهونا، وصرنا وسمحنا لنفسنا نكون وقود لنار حرقنا نفسنا بيها. اللي أريد أقوله إنه هذا المكان اللي تعيش أنت بيه
مو ملك إلك، وهذا المكان أنت مو أول إنسان إن وجدت به، أكو أشخاص سبقوك لمئات آلاف السنين هم بنوا هذا المكان، هم عمروا هذا المكان، واللي أنت الآن تفتخر بإنجازاتهم وباللي قدموه. يمكن أنت ترفض بداخلك كل ممارسة تظلم بها شخص بمجتمعك، بس أنت تصير أداة حتى لو ما كنت تعرف باضطهاد هواية أشخاص وفئات وأديان وطوائف. وقفت لحظة ويا نفسك، حسيت أو فكرت بمعاناة الناس اللي تعرضوا للظلم؟ تخيلت نفسك مكانهم؟ تخيل أنت مهجر من مكانك وتارك بيتك ومنطقتك وأهلك وناسك اللي ربيت أنت بنصهم، عايف كل ذكرياتك بفعل تصرف عصبي أو تحريضي لمصلحة سياسية أقصاك. هنا راح تشعر بقهر وحزن، أولاً لأن أنت تركت مكانك ووطنك، وثانياً لأنه غيرك راح يصير بمكانك وراح ياخذ مكانك. هواية من عدنا تعرضوا لهذا الموقف اللي طلعوا بيه وعينهم بس على عوائلهم وهمهم شلون يخلصون نفسهم، ونحن ممكن نتعرض لنفس الشيء مستقبلاً إذا ما قدرنا ننشر محبتنا وطيبتنا اللي جمعتنا. وخلونا دائماً نبقى جيل الطيبين.